أنا مش قادرة أكمل. أيها السادة المشاهدين، كنت مجرد بنت عادية بتحاول تذاكر وتلم المنهج، لكن فجأة جاتلي فكرة كارثية. مين اللي اخترع الامتحانات؟ كان لازم أجيب المجرم اللي فكر في الفكرة الشنيعة دي، اللي خلاني أقعد بالساعات بين المعادلات والعواصف النحوية. والمجرم مش حد غير هنري فيشل. انت اللي عملت فينا كده؟ أيوة، أنا اللي اخترعت الامتحانات. كنت فاكر إني بساعد البشرية، لكن الواضح إني كنت غلطان. غلطان إيه؟ أنت السبب في ليالي المذاكرة السوداء والأسئلة اللي نحس إنها من كوكب تاني، واللحظة اللي نكتب فيها الإجابة الصح بس نلخبط في رقم فالدنيا تبوظ. طيب لحظة، فكري معايا، لو ما كانش فيه امتحانات كنت هتعرفي إنك فهمتي ولا لأ؟ كنت هتبقي دكتورة مثلا من غير ما تثبتي إنك تستحقي تكوني دكتورة؟ ماشي، بس كان ممكن يكون في طريقة ألطف. يعني امتحان اختيار من متعدد، مفيش بقى أسئلة مقالية وتعليقات فلسفية على الروايات. فهمت، انت زعلانة عشان المجهود المطلوب. طب تعالي نتخيل العالم بدون امتحانات. يعني مثلا دكتور داخل غرفة عمليات وفجأة يسأل المريض: هو القلب على الشمال ولا على اليمين؟ أصل ما كانش فيه امتحانات فمحفظتش. مثال تاني، مهندس بيبني عمارة فجأة بيبص للخرسانة ويقول: أنا كنت فاكر الأسمنت بيتخرط بلبن مش بمية. وفي أمثلة تانية كتير. يعني امتحاناتنا دلوقتي بسبب راجل عاش من أكتر من 100 سنة. بس بصراحة هو عنده حق، المذاكرة مش عقاب، دي وسيلة تخليكي حد مميز، حد ناجح، حد عنده فرصة يحقق حلمه. الدكتور، المهندس، العالم، حتى اللي بيصنع الألعاب، كلهم تعبوا وذاكروا عشان يوصلوا. صح فعلا، الامتحانات دي اللي بتخلينا نثبت اللي اتعلمناه. ولو ما كانش فيه امتحانات كنا كلنا افتكرنا اننا فاهمين، بس في الحقيقة لأ. يلا بقى، هنا نفشل ممكن تكون السبب في تعبنا، بس انا قررت اخد التحدي واذاكر واثبت لك ان انا اقوى من اي امتحان. بس في حاجة مهمة لازم اعملها قبل ما ابدأ. هنزل اشترك في القناة وافعل زر الجرس، وانت كمان ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.